أولاً، أخبار النادي الأهلي. الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً في الإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة، ويوستروب يأمل في أداء أفضل خوفاً من فقدان نقاط في مرحلة حاسمة، خاصة بعد فوز سموحة على بيراميدز. يوستروب يخصص فقرة للتسديد من بعد لمواجهة التكتلات الدفاعية، فيما يعمل أحمد عبد العزيز زيزو على علاج أخطاء سموحة الدفاعية قبل لقاء الاثنين. تحذير من يوستروب لثلاثي الدفاع أحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وهادي رياض من خطورة تحركات باجي وعبد يحيى وحسام أشرف وقدرتهم على استغلال العرضيات. رئيس سموحة يدعم لاعبيه قبل مواجهة الأهلي ويطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية لدخول مجموعة المنافسة. جراديشار يسجل أول أهدافه مع الفريق المجري في مشاركته الثالثة بالدوري. الأهلي يرسل دفوعه إلى فيفا في شكوى ريبيرو المدير الفني السابق، ويتمسك بسداد الشرط الجزائي فقط ورفض التعويض الإضافي. معتز البطاوي ينتقد محمد معروف بعد طرد عمرو قلاوة أمام بيراميدز وتأثير القرار على النتيجة. الأهلي يميل لمنح كامويش ومروان عثمان فرصة حتى نهاية أبريل لحسم قرار شرائهما نهائياً، ويرفض الأحكام المبكرة. وليد صلاح الدين ينفي الاتفاق مع كوكا على التجديد مقابل 17 مليون جنيه و2 مليون إعلانات، ويؤكد أن الملف لم يشهد جديداً. الأهلي يستقر على توجيه الشكر لأسامة هلال رئيس لجنة السكاوتينج بسبب خلافاته مع سيد عبد الحفيظ، وينتظر توقيت الإعلان. الإعلامي مدحت شلبي يعتذر للكابتن محمود الخطيب عن أي تجاوز، ويتمنى له الصحة وسط الجدل حول ركلات جزاء الجونة. صن داونز منافس الأهلي المحتمل في نصف نهائي دوري الأبطال يخسر بثنائية في ربع نهائي كأس جنوب إفريقيا. هشام حنفي يؤكد ضرورة إنهاء الدور الأول في الصدارة والفوز بالمباريات الأربع المتبقية، مع قلق من مستوى الفريق مؤخراً. علاء إبراهيم يرى أن ضغط المباريات وغياب عناصر مؤثرة سبب تذبذب المستوى، ويؤكد أن يوسف بالعمري مكسب كبير لكنه ليس معلول ولا تجوز المقارنة حالياً. طارق السيد ينتقد قرارات يوستروب مع يوسف بالعمري، ويؤكد أن تألقه أمام الجونة وضع المدرب في موقف محرج، كما انتقد استمرار الدفع بكامويش غير الجاهز. والآن مع أخبار الزمالك. أحمد فتوح يعد جماهير الزمالك بالقتال على لقب الدوري هذا الموسم. طارق السيد يؤكد أن نتائج الزمالك الحالية غير منطقية قياساً للظروف، لكن اللاعبين يستحقون الإشادة، والفريق قادر على الصدارة رغم صعوبة مواجهة زد. طلعت يوسف يؤكد أن الصراع على القمة قوي جداً، والأهلي محظوظ بجدول أقل حدة من بيراميدز والزمالك وسيراميكا، وإذا لم يستغل ذلك لا يلوم إلا نفسه مع احتمالية تعثر المنافسين. سيراميكا ظهر بعيداً عن المنافسة على اللقب والأقرب للمربع الذهبي فقط. والآن مع أخبار إفريقية ودولية. نادي الترجي التونسي يفوز على الملعب التونسي بهدف في الدوري خلال مباراة أقيمت ظهراً في رمضان. رئيس لجنة الحكام يشيد بأمين عمر قبل سفره إلى قطر للمشاركة في معسكر إعداد حكام كأس العالم. الجزائر تستقر على خوض وديتين أمام هولندا وإنجلترا استعداداً لكأس العالم.